السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير. واللي اول مرة يشوفني يا جماعة بالله عليكم تشتركوا لي في القناة وتشجعوني ان انا انزل فيديوهات وربنا يعيني. بصوا يا جماعة، انا مش بحب المشاكل ولا طالعة اتكلم على مشاكل ولا اي حاجة. انا وجوزي عاملين القناة دي مصدر رزق. بس انا طلعت اتكلمت امبارح على البث بتاعي على مشكله عشان انا اتظلمت فيها واتشتمت فيها انا وجوزي. وانا طالعه النهارده يا جماعه ارد على امينه صبري. اولا يا امينه، انا بحكي بما يرضي الله، انت ما بتحكيش بما يرضي الله. انا طالعه يا حبيبتي، انا اكبر منك. انا يا جماعه قسما بالله العظيم انا بكلمها، انا مش زعلانه منك يا امينه. انت كدبتش امبارح وبتقولي حاجات ما حصلتش، بس انا مش زعلانه منك. ليه؟ عشان احنا داخلين على ايام مفترجه يا امينه. انا جايه بس اقول لك يا حبيبتي كلمتين. انا ماليش دعوه بمشاكلكم. انا لو اتدخلت اما عبد الله شتم عليكي، اتدخلت ان انا دافيت عليكي ودافيت علي او على عيال عم مدحت ودافيت على توته ودافيت على ام توته، دافيت عليكم كلكم. واي حد في مكاني كان هيطلع كده، بس انا الوحيده اللي طلعت دافيت عليكم. واسالي حماكي واسالي نفسك يا امينه. انت دلوقتي امبارح يا امينه بتقولي 400 جنيه والداعمه ومش الداعمه. لا، ما حصلش يا امينه. انا اتصلت، بصي يا جماعه قسما بالله العظيم والله العظيم انا هقول الحقيقه. انا اتصلت بيها فعلا. انا اتصلت بيها يا جماعه مش عشان حاجه، انا اتصلت بيها ان امينه هي الوحيده اللي بيقرب منها عبد الله بيشوفه، وكلنا بنجري على اكل عيشنا. معلش يا جماعه، انا طالعه اقول بتلقائيه وبصراحه، عشان انا كل واحد، انا زي اي ست بتجري على بيتها وبتجري على يعني رزق واسع عليها وعليها وعلى العيال. وانتوا شايفين حياتنا عامله ازاي في مصر، صح ولا لا يا جماعه؟ اي حد هيبقى في مكاني هيعمل كده. انا اتصلت بيها قلت ايه يعني عبد الله برضه يشوفني يساعدني في العيشه شويه بصراحه. اتصلت بيها ازيك يا امينه، والله العظيم اقسم بالله العظيم قالت لي عليكم السلام ومش عارفه. قلت لها يا امينه كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. كانتش لسه سقطت. قلت لها يا امينه انا كان سامحه ومياده والله العظيم نفس الاسلوب. ايه عايزه ايه؟ قلت لها ايه يا امينه بتكلميني كده ليه؟ يا امينه بصي انا جايه اقول لك على حاجه، قولي. والله العظيم نفس الاسلوب ده. يا امينه انا ممكن اعمل معاكي تحدي. راح اتعدلت بقى بصراحه، اتعدلت. تعملي معايا تحدي ازاي؟ قلت لها انت تحدي، شوفي انت عايزه تعملي ايه وانا تحت امرك، وشوفي يا اختي عايزه كام وانا تحت امرك. قالت لي طب خلاص ماشي، اديني نص ساعه وهتصل بيكي. وحياه لا اله الا زي ما حصل الكلام. راحت فعلا ادتني ساعتين وهي اللي اتصلت بيا. ايه يا مياد؟ قلت لها ازيك يا امينه، ايه يا حبيبتي عملتي ايه؟ قالت لي بصي يا مياد، عايزاني احطك على المنتدى ب1500. عايزاني اعمل معاكي تحدي، انت بتزيتين واحنا بتزيتين انا وامي، ومفيش اي مشاكل، بس ب2000 جنيه. قلت لها ب2000 جنيه ليه يا امينه؟ مش حرام عليكي يا امينه 2000 جنيه؟ طب يا اختي انا قولي مثلا 1000 جنيه. طب بصي يا امينه، انا عندي واحده داعمه هتصل بيها لو ساعدتني، يعني هي مش هتساعدني برضو، يعني ما خد، يعني مش هاخد منها ال2000 جنيه اتكسف اقول لها 2000 جنيه. طب بصي يا امينه انا هشوفها، لو هي الست فاضيه ان هي تديني فلوس هتديني. مش قالت لي لا ده انا هديكي مهله يومين 2. قلت لها طب الست بتجوز ابنها. راحت قالت لي انا ماليش دعوه، والله ده حصل. رحت قلت لها ايه؟ طب بصي يا امين، انا معايا في بيتي 400 جنيه، والله العظيم انا بنتي بوديها المستشفى عندها ميه عليها يعني، كل يوم بقول ياخدها تاخد جلسات عشان انا مش قادره تاخد نفسها. راحت قالت لي ايه يا مياده 400 جنيه يا ماما، يا ام 400 جنيه. قلت لها طب بصي اقول لك على حاجه، كلميني باسلوب احسن من كده، كلميني باسلوب احسن من كده. برضو يا جماعه انا بعمل معاها كده عشان عبد الله يشوفني. المهم رحت قلت لها طب اصبري عليا لغايه يوم الاحد. كنت بكلمها يوم الخميس، راحت قالت لها اصبري عليا يوم الاحد، هشوف الست لو هترضى تديهم لي هتصل بيكي. خلاص خلصنا. راحت قالت لي خلاص ماشي، وقفلنا السكه على كده. راحت هي والله العظيم والله العظيم والله اتلهيت بقى في مشكله بنتي والشاشه اتكسرت، اتلهيت نسيتها اصلا. راحت اتصلت هي بيا يوم الاحد، اتصلت بيا الساعه 10. ايه يا مياده ده انا في الشارع، قولي لي مكانك عشان اجي اخد منك ال2000 جنيه. قلت لها 2000 جنيه ايه يا امينه؟
ازاي يا امينه؟ اذا كان حماكي يا امينه ما خدش مني 2000 جنيه. راحت قالت لي انا ماليش دعوه، ماليش دعوه بحمايه، انا ده شغل. قلت لها طب بصي يا امينه، ده اللي هو ده شغل يعني. في قناه انا كلمتها ما قالتليش كده، انا قالت لي عن منتدى 100 جنيه وهعمل معاكي تحدي ب1000 جنيه. قالت لي قلت لها طب في مجال انت تصالحي انت وجوزك، اخلي سامح يعني جوزي يتكلم مع عم مدحت وتخشوا وتصالحوا مع بعضكم، عايزه اعمل معاه اي واجب. شوف لما اكون عايز حد يتلزق في حد، انا والله العظيم ما طبعي كده يا جماعه، بس العيشه والله العظيم هي العيشه اللي عامله كده. بس هقول لك على حاجه يا امين، ان على ابو الجنيه اللي هيجي في الذل منك او من عبد الله، معلش يا جماعه بعد احترامي لك، اللي على ابو الجنيه الظلم اللي هيجي منك او من عبد الله مش عايزاه يا امين. ربنا قفل باب من عندك انت وعبد الله، فتح لي 100 باب. ربنا يرزقني يا اختي بعيد عنك، ربنا يرزقني بعيد عنك، ويرزقني بعيد عن مناس وعبد الله اللي خرب بيتك يا امينه. رحت ايه قلت لها يا امينه انا معيش، قلت لها لو في مجال انت تصلحي انت وجوزي انا هخلي جوزي يكلم عم مدحت. عم مدحت راجل طيب وهيسمع لساني. لا 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 لا، انا هرجع بشروطي. قلت لها يا اختي انا ماليش دعوه، ارجعي يا اختي ترجعي بطياره، شروطك مش شروطك انا حاجه ما تخصنيش. لقيتها بتلت كتير. قلت لها يا امينه خلاص الموضوع خلص، انا معايا يا امينه 400 جنيه هتاخديهم مني وتصبري عليا ما تبقاش معايا حاجه غير ما ابيع لك اي حاجه ولا اصرف لك ب 600 جنيه. قالت لي 400 جنيه يا ام 400 جنيه، هتكملي ال 1000 جنيه، هتكملي ال 2000 جنيه هتجيبيهم، مش هتجيبيهم ما تتصلش بيا تاني. قلت لها خلاص يا اختي، وسكت على كده وخلاص خلص الموضوع. يا جماعه اي حد معايا واي حد مكاني لقاها في ظروف هي سقطت، ربنا يعوض عليك يا امينه يا رب يا حبيبتي، ويرزقك بدال عيل 100 عيل بكل عينك ب100 عيل. ربنا يرزقك يا حبيبتي بالذريه الصالحه اللي تتمنيها. اتصلتي بيها يا امينه يا حبيبتي، بصي وانا ما طلعتش اعتذرت لها، ما تزعليش يا حبيبتي على السقط، انا ما طلعتش اعتذرت لك خالص يا امينه، انت كدابه، اقسم بالله انت كدابه. ومش عيب الواحد اللي يعتذر يا امينه لو غلطان. انا اطلع يا اختي قدام الدنيا كلها اقول لك انا اسفه، بس انا ما اعتذرتلكيش يا امينه انت كدابه. قلت لها يا اختي انا ما تزعليش على اللي في بطنك، ربنا يا اختي انت لسه صغيره انت ومحمد، ربنا يعوض عليكي بالذريه الصالحه ويكون عينك يا اختي ب10 عيال، انت لسه صغيره والله العظيم وحياه لا اله الا الله، حياه ما بقول ربنا يشفي بنتي هو ده اللي حصل. قالت لي خلاص 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 سلام. قلت لها يا اختي سلام ايه؟ وعايزه برضه انا اكبر منك يا امينه، وعايزه اقول لك نصيحه يعني لوجه الله يا امينه. عبد الله والله يا بنتي جاي يخرب بيتك. عبد الله لسه قايل عليك اما نزل على المنتدى يا امينه، خليكي انتبهي للكلام. قال يا امينه يعني بيشكك حماكي وبيشكك جوزك فيكي يا امينه. اما نزل على المنتدى ان انت هتروحي عمره انت وامك وعمر وجوزها، ورجع تاني راح قال ده هي عايزه اديها الفلوس، ابعت لها فودافون كاش. ازاي منين هو انت ما بتكلمهوش ومنين ان انت عايزه فلوسك على فودافون؟ هو في يا جماعه حد بيبعت 100,000 جنيه على فودافون كاش؟ ده انا زودت لها كمان 20,000. هو في حد بيبعت 120,000 على فودافون كاش؟ يبقى ده يا امينه بني ادم يعني منه لله ولا لا؟ بصي انت انا احسن منك اهو، انت بتطلعي تقولي مش عارفه ايه عليا، بس يا امينه ده بني ادم عايز يخرب عليكي. اوعي يا امينه تسمعي الكلام حد، وشوفي بيتك يا حبيبتي، وشوفي يا ماما لو انت في نصيب ترجعي انت وجوزك صلحي من نفسك وهو يصلح من نفسه وربنا يهدي الحال. وانا مش طالعه يا حبيبتي ان انا اتكلم عليك، انا طالعه اوري الناس الحقيقه. انت تقولي انا اعتذرت لك وانا ب 2000 جنيه، قسما بالله يا امينه انا ما اعتذرتلكيش يا امينه. ولو انا غلطت يا جماعه مش عيب ان انا اعتذر، مش عيب. اوعي حد يستكبر يقول لك انا اعتذر، لا انا ما، لو انا غلطانه يا حبيبتي انا اطلع اعتذر عليكي، انا مش غلطانه فيكي يا امينه خالص، او انا قلت لك بما يرضي الله. والبني ادم المنسون اللي منه لله عبد الله ان هو اصلا المافيا اللي داخل اصلا زي من النسوان، ابعد يا عبد الله عشان حرام عليك. هم مصيرهم لبعض، هي عيله برضو مهما كان، ومحمد عيل ومصيرهم لبعض. ابعد انت يا منسون وحرام عليك. هو ده يا جماعه اللي انا قلته لكم، وهو ده اللي انا وضحت له الصوره. ويا ريت يا جماعه محدش يزعل مني، انا طالعه يا جماعه ما بعرفش اجمل الكلام، انا طالعه والله العظيم طالعه بتلقائيه خالص وبتكلم بما يرضي الله.
ويا جماعه محدش يزعل مني بالله عليكم، او لاول مره يشوفني يشترك في القناه ويعمل لي لايك. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.